الشارع في البيت الأبيض ويلتقي ترامب، تحول تاريخي غير مسبوق. طبعا الجميع يتساءل شو اللي صار يعني 11 شهر على سقوط الأسد، تأهيل أبو محمد الجولاني الاسم الحركي لأحمد الشرع، 43 سنة كان مع القاعدة، حارب في العراق، اعتقل من قبل القوات الأمريكية، سجن، رد إلى سوريا، أنشأ هيئة أو هيئة النصرة، انشق عن القاعدة، أنشأ هيئة تحرير الشام، صنفته أمريكا إرهابي ووضعت على رأسه 10 مليون دولار. قاد مع جماعته المعارضة المسلحة في أيضا انشق عن القاعدة. إدلب صارت المقر الرئيسي لهم، وقادوا منها وأداروا إدلب، ونجحوا خلال 11-12 يوم بالزحف في ديسمبر الماضي، نهاية نوفمبر وديسمبر، بالزحف إلى دمشق. أسقطوا نظام الأسد، سقطت حلب، حما، حمص، وصولا إلى دمشق. فر الأسد في 8 ديسمبر. خلال أقل من سنة تغيرت سوريا، عاد تقريبا مليون سوري. سوريا رفعت عنها العقوبات، نجحت بشكل ملفت ولي العهد السعودي والرئيس التركي أردوغان بإقناع ترامب بلقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أثناء زيارة الرئيس ترامب الخليجية في 14 مايو الماضي في الرياض. يعني كانت هذا تحول غير طبيعي، وتحول مهم جدا وغير مسبوق، أن شخصية مصنفة إرهابية، أمريكا مصنفة حركة النصرة وهيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، ترفع عنها العقوبات بهذه البساطة. الأسبوع الماضي رفعت عن الشرع أيضا العقوبات. أول زيارة له كرئيس سوريا، يعني طبعا اليوم زيارة تاريخية غير مسبوقة، يعني منذ استقلال سوريا الكامل عن فرنسا في عام 46 لم يتطأ قدما رئيس سوري البيت الأبيض منذ 46، يعني 80 سنة. تحول يعني غير مسبوق يا جماعة. ترفع عنا العقوبات، ترفع عن سوريا، وقبل قليل أعلن البيت الأبيض تجميد. طبعا هذا هدف مهم جدا لأحمد الشرع والنظام الجديد في سوريا، رفع قانون قيصر اللي فرض في 2019 والذي يضع الكثير من القيود على نظام الأسد كان، ويمنع عنه التواصل مع العالم، الاستثمار، الشركات، يعني دولة معزولة كانت. ولكن الرئيس ترامب يعني يؤمن بأن الأسد له، الشرع له فرصة، أنه رجل قوي سيقوم بمهامه وسنقف معه. طبعا السؤال اللي يطرح نفسه، ليش؟ شنو مصلحة ترامب بأن يدعم الأسد؟ وما هو موقف سوريا؟ يعني نذكر هنا بأن آل الأسد الأب والابن منذ حرب 67 وسقوط الجولان واحتلال الجولان بيد العدو الإسرائيلي، وسوريا في حالة حرب 73 فشلت سوريا بتحرير الجولان، بينما نجحت مصر بتحرير سيناء بالدبلوماسية وكامب ديفيد. والسؤال المهم طبعا مع الابن أيضا نفس الشيء، بشار الأسد كان هو الحارس الحدود الذي يمنع أي عمل عسكري في الجولان ضد إسرائيل. طبعا الجولان هي هضبة جدا مهمة تكشف دمشق، خاصة بعد ما احتلت إسرائيل
جبل الشيخ، وتقدمت كثيرا في وسعت رقعة الاحتلال، يعني ما احتلته إسرائيل منذ 8 ديسمبر وسقوط نظام الأسد أكبر من مساحة غزة. ولن ترحل، وتفرض يعني حظر على إرسال الجيش السوري إلى الجنوب، جنوب دمشق، خاصة إلى درعا. طبعا سوريا في مخاض صعب أيضا، سوريا عندهم مشاكل مع الأكراد، لم تكتمل الدولة، عندهم أحداث الساحل مع العلويين، وعندهم أيضا أحداث الجنوب بإعاز وتحريض من سوريا من إسرائيل للدروز في السويداء. فسوريا لا تزال تمر بمخاض، عندها مشكلة اقتصادية كبيرة، عندها عجز مالي، عندها عدم القدرة على التحكم بجميع فصائل الدولة، وعندهم أيضا قدرة كبيرة أو حاجة كبيرة للمساعدات لإعادة البناء. تم يعني تقدير كلفة إعادة البناء في أكتوبر الماضي في دراسة لمنظمات دولية والبنك الدولي 216 مليار دولار، ما دمرته الحرب يعني منذ 2011 وقبل ذلك، وتدمير المدن الرئيسية خاصة حلب وحمص وحما والريف السوري. الزيارة هذه زيارة تاريخية، الزيارة هذه غير مسبوقة، الزيارة هذه أيضا تنم عن أن هناك تقارب سوري إسرائيلي. بس أبي أعود أنا أعطيكم تسلسل تاريخي لنشوف السرعة التي من خلالها تم تعويم نظام أحمد الشرع شخصيا، وكيف تحول من مقاتل ومجاهد وعضو في تنظيم القاعدة وعضو في جبهة النصرة وعضو انشق عن القاعدة وهيئة تحرير الشام، سرعة مذهلة. يعني في 8 ديسمبر مثل ما قلنا سقط نظام الأسد، وانتهت سلالة الأسد منذ 55 عاما، الأب والابن. أصبح الشرع شخصية مركزية، ترك عنه ملابس الجهاد واللحية الطويلة، يعني أعاد صياغة نفسه وتشكيل نفسه ليبدو إسلامي معتدل، وليس يلبس العمامة ولحيته طويلة ولابس الملابس يعني الدشداشة وغيرها. بدأ يلبس بدل، وبدأ يهذب لحيته وخطابه. هو كله يعني عمره يعني منتصف العمر، يعني 43 سنة عمره فقط. أيضا في 14 مايو نجح الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي أردوغان اللي له نفوذ كبير في سوريا. وطبعا عندما اجتمع مع ترامب قبل شهر لأردوغان قال له ليش أنت متواضع؟ أنت حققت أكبر انتصار، أنت ساهمت بسقوط نظام الأسد وتحول سوريا، وأنت الآن لديك نفوذ كبير في سوريا. يعني قالها علنا أمامه في مؤتمر صحفي أو في جلسة في المكتب البيضاء في البيت الأبيض. في 30 يونيو قرر الرئيس ترامب بأمر تنفيذي رفع العقوبات عن سوريا وإجراءات رفع القيود. أيضا في يونيو أيضا وزارة الخارجية الأمريكية أعدت مذكرة لمراجعة وضع تصنيف سوريا. في يوليو ألغت وزارة الخارجية تصنيف هيئة تحرير الشام اللي كان يرأسها أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع، عن تصنيفها Foreign Terrorist Organization أو FTO، منظمة إرهابية أجنبية. بعد ذلك بأسبوعين في 21 يوليو يعني قررت بريطانيا أيضا أن ترفع حركة تحرير الشام من لائحة المنظمات الإرهابية. في نوفمبر، في 8 نوفمبر أزالت الولايات المتحدة الأمريكية اسم أحمد الشرع من قوائم اللي فرضت عليها عقوبات بشكل رسمي. في 10 نوفمبر اليوم زيارة تاريخية غير مسبوقة للرئيس السوري، مع أن الرئيس الشرع هو رئيس انتقالي، ولأول مرة طبعا يتم زيارة البيت الأبيض للرئيس السوري ويلتقي الرئيس ترامب
ويقرر ترامب بدل ما يرفع العقوبات أو يلغي قانون. طبعا ترامب حسب الدستور الأمريكي لا يحق له أن يرفع عقوبات لأن فرضت من الكونغرس وليس من الإدارة الأمريكية، قانون قيصر. الشرع وسوريا يعني عندهم حالة أولوية قصوى بأن ترفع العقوبات كاملة التي فرضها قانون قيصر، والذي يمنع الشركات الأجنبية، يمنع الاستثمار، يمنع أي وجود لتعاون خارجي أو أجنبي أو غربي خاصة وحتى خليجي. من يتعاون مع النظام السوري يعني يتعرض لعقوبات من الدرجة الثانية. فلهذا السبب الرئيس ترامب جمد قانون قيصر مما يسمح للشركات العربية والأجنبية وغيرها بأن تستثمر، ولكن طبعا هذا لن يريح الشركات لأنها تريد رفع كامل لقانون ما ينص عليه قانون قيصر. الآن السؤال المهم: هل تم استبدال النفوذ الروسي الإيراني حزب الله بالنفوذ الأمريكي الإسرائيلي؟ خاصة أن نتنياهو يعلن أننا ووزير حربه كاتس يعلنان لن ننسحب من الجبل الشيخ، لن ننسحب من المناطق، نريد منطقة عازلة مع سوريا، نريد حماية الدروز، لا يسمح للجيش السوري أن يعني يتواجد أو يكون موجود جنوب العاصمة دمشق، وممنوع إرساله إلى درعا أو إلى حدود درعا. وكذلك تقوم القوات الإسرائيلية بكل وقاحة بالتوغل إلى القنيطرة، وتقوم بنصب حواجز وتفتيش واعتقال سوريين، يعني تتصرف وكأن سوريا دولة بلا سيادة وبلا قانون. ولهذا السبب يعني هذا ترامب ما يريده. أيضا العلاقة مع الأكراد، قصد الدور التركي الذي تنظر إليه سوريا بارتياح وتنظر إليه إسرائيل باستياء. يعني فهناك تحولات مهمة، ولكن من الواضح أن هناك هيمنة إسرائيلية، هناك قبول إسرائيلي للشرع، هناك كلام عن توقيع اتفاقية أمنية، وهناك حتى اتفاق وتفكير جدي بأن هل ستنضم سوريا إلى قائمة أو قطار ما أسميه أنا قطار التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات واستثمارات وتعويم وقبول النظام السوري الجديد، وتنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وأخيرا كازاخستان. هذا سؤال مهم جدا. سوريا دولة محورية. السؤال الآن: لماذا يهتم ترامب بتعويم النظام الجديد في سوريا؟ يعني ما هي أهداف ترامب؟ طبعا أهداف ترامب واضحة جدا. يرى بأن سوريا دولة مهمة، دولة موقعها الاستراتيجي، دولة تشكل يعني تحييد للنظام الإيراني الذي فقد رصيده، وكذلك تحييد لروسيا. هناك تحول تاريخي، هناك أن سوريا فيها نفط أيضا، فيها مصادر طبيعية، وهذا طبعا يساعد أيضا النفوذ التركي. وكذلك هناك قبول خليجي واضح جدا، هناك يعني وعود باستثمارات سعودية خاصة وخليجية أيضا في المستقبل. أيضا سوريا ينظر إليها بأنها دولة يمكن أن تكون يعني تنضم كما يريد ترامب إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، يعني اللي أمريكا شنت هجوم الأسبوع الماضي وقتلت قيادي وآخرين في سوريا. طبعا أيضا سوريا ترى بأنها فرصة جدا أن تكسب ترامب إلى طرفها، ما يزيد من شرعيتها، ما يكسر عزلتها، ما يرفع العقوبات عنها، ما يشجع الشركات الأجنبية والأمريكية والأوروبية والخليجية على يعني الاستثمار. أيضا هو انتصار للدبلوماسية الخليجية والتركية وخاصة للسعودية أن ترفع العقوبات وأن يتم تعويم سوريا وأن تنضم إلى الحلف العربي الذي يمكن أن
يلعب دور مع يصير في عندنا تحالف يضم دول الخليج الستة زائد مصر والأردن وسوريا. يعني تنتقل سوريا من المحور الإيراني ما يسمى محور المقاومة إلى المحور المعتدال السني، فيصير عندك هذا التحالف يمتد، وحتى يمكن العراق في المستقبل يعني يتم انتزاعه من الحاضنة الإيرانية، فيصبح عندك هذا الهلال أو الكامل من دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، العراق، سوريا، الأردن، مصر، وربما أيضا لبنان في المستقبل. ويبدو بأن قطار التطبيع سيكمل مسيره بعدما توقف ل5 سنوات في المغرب. هناك أيضا إسرائيل مطمئنة على ما يبدو في تطمينات لإسرائيل، في أيضا تطمينات بأن إسرائيل يعني يتفهم نتنياهو بأن هناك في حماس لإدارة ترامب وترامب شخصيا ليحقق إنجاز كرجل دولة، وبالمستقبل أن تنضم سوريا تنضم إلى الاتفاق الإبراهيمي مقابل ضمانات، مقابل رفع العقوبات كليا، يعني إلغاء قانون قيصر بتصويت الكونغرس لإلغاء القانون كما صوت لفرضه. التطورات الأخرى أنا في اعتقادي نرى بأن هناك في تحولات، في تحالفات، في صعود لسوريا، صعود للإسلام المعتدل، وهذا ما تراهن عليه الإدارة الأمريكية بأن يكون هذا جزءا من إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، إبعاد المتطرفين، زيادة عدد المعتدلين، تحقيق مصالح أمريكا أكثر، استثمارات أمريكية في سوريا. وأيضا هذا يساعد دول المنطقة على أن تشعر بأن تتشجع، يعني هذا طبعا الهدف غير المعلن، بأن تفكر جديا بأن تلعب دور مهم في إعادة صياغة التركيبة الإقليمية بهذا التحول. سنرصد، نتابع، نشوف نتائج الزيارة والتعليقات، يمكن غدا حلقة إن شاء الله، حلقة أخرى. أشكركم على المتابعة. يعني اليوم يمر شهر على وقف إطلاق النار في غزة. الإطلاق النار هو فقط في الإعلام، في الحقيقة الوضع لا يزال مأساوي ومؤلم، ونتمنى بالفعل أن نرى وقف إطلاق النار، لكن للأسف هناك أيضا يعني هجوم إرهابي قذر من المستوطنين، قطعان المستوطنين في الضفة الغربية. هناك دعايات انتخابية لمجرمي الحرب بن غفير بأنه يريد إعادة عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بدل المؤبد. يعني تطورات متسارعة سنكون لها حلقة إن شاء الله. دعواتكم لأهالي غزة والسودان والدول العربية والإسلامية التي تعاني شعوبها من ضنك الحياة وآلامه. السلام عليكم.